ازاي اعرف لو انا مناعتي ضعيفه ولا لا، او ازاي احدد هل انا محتاج اكشف على موضوع المناعه او اشوف دكتور ولا لا. طيب والله كل شيء قدري طبعا من الله سبحانه وتعالى، ولكن انا في حاجات لو شفتها ده بيديني انديكيشن او بيديني بوادر مناعه ضعيفه. طيب ايه هي الحاجات دي؟ والله هي في كذا حاجه، بس ممكن نقول ان اهم الحاجات لو حصل لي عدوى في الاذن اكتر من 4 مرات منفصلين خلال سنه. يعني انا لو حصل لي عدوى في ودني والودن طلعت افرازات ورحت للدكتور قال لي والله ان ده انفكشن او عدوى، وخدت له مضاد حيوي، وطبعا مشيت خدت الكورس بتاع مضاد حيوي الحمد لله خفيت. الموضوع ده لو حصل اكتر من 4 مرات خلال سنه ده عباره عن انديكيشن ان انا ممكن يكون عندي مناعه قليله، فبروح للدكتور المختص اقرب هيلث كير سنتر اشوف والله ايه الفحوصات اللي ممكن اعملها او ايه اللي ممكن يتعمل. طيب لو عندي نمونيا اكتر من مرتين في سنه، والموضوع ده مش سهل وصعب جدا، ممكن ايه تاني؟ ممكن لو انا ماشي على لو جاني اي عدوى من اي نوع في جسمي، لو دور برد زي ما هنسميه مثلا، واستمر معايا ان انا كشفته تمام وخدت كورس مضاد حيوي كامل واستمر معايا الموضوع لاكتر من او شهرين، يبقى لا كده في حاجه غلط. بس طبعا في كورسات للمضادات الحيويه، كورسات مكثفه تمام، دي طبعا بيحددها الدكتور وبتبقى ماشي على كذا، ممكن تبقى ماشي على كذا نوع من الادويه ومضاد حيوي بدوز او بجرعه عاليه جدا، وفي الحاله دي يعني بتبقى واخد اكتر من شهرين. ربنا يحمينا ويحميكم ان شاء الله. بس انت لو حصل ده معاك لقيته حصل معاك قبل كده، يعني ده برضو بوادر ان انت لازم تشوف المناعه بتاعتك هل فيها خلل ولا لا. لو عندك حد في العيله عنده مرض مناعي قبل كده ومتشخص بيه، وانت يعني في نفس في اعراض مشابهه، الحاجات دي كلها ممكن تخليك برضو تسأل على نفسك شويه في الحاجات دي. لو في مش بيجيب معاك المضاد الحيوي اللي بيؤخذ عن طريق الفم، لو انت في اي عدوى المضادات الحيويه اللي بتؤخذ عن طريق الفم مش بتعمل معاك نتيجه، او بس المضادات الحيويه اللي بتاخدها وريدي هي اللي بتجيب معاك نتيجه، لا كده برضو ده انديكيشن ان انت تشوف المناعه بتاعتك لو فيها حاجه. من الحاجات المهمه برضو واللي بيغفل عنها ناس كتير الخراج او الابسس اللي بيظهر على طول في منطقه معينه كذا مره، او يعني يبقى حاجه مثلا حجم مثلا عقلتين فما اكبر، مش الحاجات الخفيفه ولا برضو البثور ولا الحاجات الصغيره دي اللي في الوش والحاجات اللي زي كده وحب الشباب، لا لا لا، انا بتكلم على حاجه في حجم يعني كرة البنج كده لو ظهر اكتر من مره، بالذات لو في نفس المكان، ده ممكن يكون مرض مناعي او التهاب او حساسيه او الحاجات دي كلها. اي حاجه من الحاجات دي لو لقيتها ده لازم يعني ده انديكيشن ان انت لازم تروح تعمل الفحوصات اللازمه على حسب لو في تشخيص قبل كده، او على حسب الصوره اللي ظاهره بيه المرض بيبقى عليها الفحوصات اللي احنا بنعملها. ربنا يحمينا ويحميكم. السلام عليكم.